بص كده، شايف الفلوس، شايف الجاه، شايف المال. انا مش شايف غير فضا وبس. وبعدين ايه الفلوس وايه المال؟ ما الاتنين زي بعض، ولا هو اي حشو وخلاص؟ شوف يا اخي، الانسان من الازل والى الازل هيفضل ما تملاش عينه غير التراب، ويفضل دايما يتطلع ويبص اللي في ايد غيره، يقول هو انا ما عنديش ليه؟ هو ليه ربنا ما بيدينيش؟ الا اهل العلم. واقصد باهل العلم الناس اللي عرفوا ربنا حق المعرفه، اللي عرفوا ان هو حكيم يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا يعلم فيا وفيك ان لو نزل له او زاد له شويه في رزقه ممكن يطغى، ممكن يحيد عن الطريق، فربنا ينزل الرزق بقدر. وشوف نفس الموقف ده سجله القرآن. قارون خرج على قومه في زينته، فلما شافوه الناس اللي زيه وزيك فقالوا: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نفس اللي كنا بنقوله في أول الفيديو، بس أهل العلم كان لهم رأي تاني. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والنتيجة كانت إيه بقى؟ كانت تاني يوم ربنا خسف بقارون الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. مسكين، مين هيغنيك عن عذاب الله؟ هنا بقى الناس اللي كانوا بيقولوا يا بخت وشايف يا عم عندهم فلوس وجاه ومال، قالوا: لولا أمن الله علينا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. البصيرة بتاعت أهل العلم هي اللي أنقذتهم في الأول، وهي اللي هتنقذهم دلوقتي، وهي اللي هتنقذهم قدام. أهل العلم ده اللي هو أنا وأنت، لما نعرف ونقرأ عن ربنا ونرضى ونسلم بقضاء. فالحمد لله.